راجعه لكم النهارده بوصفه سهله جدا وسريعه. تحضيرها مش هياخد منك 5 دقايق زي ما انت شايفه. كل اسرار الكوكيز او حلوه شرب الشاي والقهوه اللي بنجيبها من بره بسطحها المشرخ ده، ازاي وصلناها للشكل اللي انتوا شايفينه، ومن جوه حلوه جدا وخفيفه. تحس ان فيها قرمشه كده من بره، ومن جوه هشه وخفيفه ودايبه كده دوب. تشرب معاكي الشاي والقهوه كده وتدوب في البق، زي ما بيقولوا حلوة تذوب في الفم. حلوة جدا. سموا الله، صلى على الرسول عليه الصلاة أفضل السلام. حطي لي لايك ويلا بينا على طول. لو عجبك الفيديو اوعي تنسي الشير وتشجيعي تحت في الكومنتات. أنا محتاجة بيضة واحدة بس للوصفة بتاعتنا النهاردة. هنحط عليها نقطتين من الفانيليا او في حدود نص معلقه صغيره من الفانيليا. هدوب البيضه كويس جدا زي ما انتم شايفين. دلوقتي هبتدي اضيف مج الا ربع او كوبايه الا ربع من السكر. انا اديته طحنه كده في المطحنه. تقدري تستخدمي السكر بتاع الشاي بس بلاش اللي حبيباته خشنه، يعني خليه الابيض ابو حبيبات ناعمه، او طحنيه زي ما انت شايفه لو عايزه النتيجه تكون افضل. ضربت البيض كده مع السكر كويس جدا. معايا نص كوبايه من الزيت. خلاص هبتدي برضو الف كده او اضرب الزيت مع السكر. على فكره تقدري تاخدي المقادير دي كلها على الخلاط، بس احنا مش عايزين بقى نبهدل مواعين كتير ونقف بعد الوصفه. احنا عايزين كل حاجه تكون سهله. ضربت كده الزيت مع السكر. التركايه بقى اللي هتدي للبسكوته او الحلوى بتاعتك طعم مميز وهو ده السر. مج الا ربع من النشا. ايوه النشا، ما تقلقيش مش هينشفها معاكي، لا. هتجربي وتشوفي بنفسك، ده بدوب والله. جربي وشوفي بنفسك. مج الا ربع من النشا. خلاص قلبت كويس جدا. هحط كده في حدود معلقه الا ربع من البيكنج باودر. كمان هحط في حدود معلقتين من الكاكاو لان انا عايزه الحلوه بتاعتي تبقى بالشوكولاته. استخدمي نوع كاكاو يكون كويس. كل ما كان كويس كل ما هيديكي نتيجه افضل. تمام. هقلب برضو المقادير بتاعتي كويس جدا. لو حابه تضيفي كاكاو اكتر من كده هيبقى حلو برضو، بس يعني معلقتين انا شايفاهم كانوا مناسبين جدا جدا للوصفه بتاعتي. وكان طعم الشوكولاته واضح وظاهر جدا. بعد ما دوبت دلوقتي جه ميعاد الدقيق. هبتدي انزل بالدقيق بتاعي شويه بشويه لحد ما يلم معايا البسكوته. هتاخد يعني بصوا من في حدود من كوبايه لكوبايه وربع لكوبايه ونص حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه. لان الدقيق انواع زي ما انتوا عارفين، وفي اللي بيشرب السوائل في لا، يعني فاهمين يقصد ايه طبعا. فانت هتخلي جنبك الدقيق وتحطي شويه بشويه لحد ما العجينه بتاعتك تلم ما تكونش بتلزق. هنختبرها بايدنا النظيفه، خلي بالك لان هتفضل تلزق في ايدك اللي انت بتلمي بيها العجين. فعشان ما تفضليش تزودي دقيق كتير وبصي تلاقيها الحلوه بتاعتك ناشفه ما بتتشكلش، هتجربي بايدك الجافه اللي ما فيهاش اي عجين خالص، وتشوفي اول ما تلاقيها ما بتلزقش فيها وبتتشكل يبقى كده تمام. اهو هنجيب ايدينا النظيفه كده زي الفل. بصوا اهي تمام. هبتدي احط بقى شوكليت شيبس، دي اختياري. لو انت عايزه بقى الشوكولاته تبقى ذكيه اكتر وواضحه اكتر وتسيح كده جوه الحلوى هتحطي يعني كبشه كده شوكليت شيبس لو فيه، او بشر اي شوكولاته خام عندك. خلاص عندي بقى هنا الكوكيز او عجينه الحلوى. انا حبيت اشكلها بحجم كبير. الحجم بقى زي ما تحب. انا حبيت اعملها حجمها كبير يعني اكبر من عين الجمل كمان بشويه، لاني حابه اديها شكل حلو في الاخر زي ما شفتوا معايا في بدايه الفيديو. عايزه شكلها كده يبقى واضح وحلو، ما تبقاش على بق واحد، تبقى فيها قطمه يعني اقطم قطمتين 3 كده منها. طبعا تشكيل حريه شخصيه. شايفين لونها حلو ازاي بمعلقتين كاكاو بس، عشان كده بقولك كاكاو لو كان نوع نظيف هيدي طعم ولون وريحه حلوه جدا لاي حلوه بتعمليها. خلاص هشكل كل الكميه بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها وتشكيلها سهل جدا. طيب في اسرار بقى للتسويه اللي هتخلي معايا الوش مشرخ زي ما انتوا شايفين. انتوا متعودين معايا ان اي حلويات بشغل الفرن من تحت الاول، لا انا هشغله من فوق. يعني هشغل الشوايه الاول من فوق. بمجرد ما سطح الحلوى بتاعي يجف كده تلاقيه ما فيهوش اللمعه دي، هروح طافيه من فوق ومشغله من تحت. هتشقق معايا. خلاص يعني هتلاقي اول ما ابتدى يجف من فوق وفيه تشقق بسيط بسيط ظهر، اطفي على طول فوق وشغلي تحت. هتروح مشققه معاكي ومدياكي الشكل الخطير اللي انت شايفاه ده. شايفه شكلها حلو جدا. طبعا لو انت عايزاها مشرخه بالشكل ده، مش عايزاها مشرخه سويها بالطريقه المعتاده اللي هي هتشغلي تحت وبعدين فوق. دخلتها الفرن مهم على 140، يعني بعد ما طفيت الشوايه من فوق شغلت تحت على 140 لحد ما استوت
وحلوت كده. يعني بصي يعني جميلة جدا، ذكية زي ما بيقولوا، خطيرة. شايفة شكلها تحفة تحفة تحفة. هي دي أسرار التسوية وأسرار الكوكيز أو حلوة الشوكولاتة اللي بنجيبها من بره، غالية قوي قوي قوي، طعمها تحفة مهما اوصفلك. فيها قرمشة من بره وذوبان وهشاشة كده وخفيفة قوي قوي من جوه، وطعم الشوكولاتة واضح فيها. ما تقلقيش من النشا، بالعكس هيديها رونق حلو وطعم حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى نفتح واحدة حلوة مع بعض ونشوف شكلها النهائي عامل ازاي. وما تنسيش بقى كوباية الشاي، وبألف هنا وشفا. شوفي خطيرة خطيرة، بألف هنا وشفا. اكتبي لي تقييمك تحت الوصفة، واوعي تنسي اللايك. شايفة شكلها؟ بألف هنا وشفا اللي بيجرب وصفاتنا. سلام.